أكبر سرقة في تاريخ اليابان، وسرقة مش قليلة. 300 مليون انسرقوا بدون أي سلاح أو عنف، انسرقوا بذكاء خارق جدا. وبوعدك يا عزيزي إنك راح تستمتع جدا بهاي الحلقة، وإذا ما استمتعت الغي اشتراكك. بمزح معك يا عزيزي، وين رايح؟ خليك مشترك لأني بحبك، بس بإذن الله راح تستمتع جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النحيت، وإذا أول مرة بتشوفني اشترك بالقناة لأني بحكي شغلات مفيدة جدا وممتعة. ورمضان كريم وكل عام وإنتم بألف خير. وشهلين اسمع، بدي أركز أنا وياك عشان نطول الحرامي من بين الخبيزة. خش علي نحيت. وقصتنا بتبدأ أيها المشاهد الجميل سنة 1968. مدير بنك اسمه تراست بنك توصل رسالة عبر البريد من شخص مجهول. الرسالة بتحكي إذا ما سلمت 300 مليون ين للموقع المذكور راح يتم تفجير بيتك. وظلت هاي الرسائل توصل بشكل يومي على بيت المدير والمكتب تبعه، وطبعا الشرطة ما قصروا، ظلهم يراقبوا البيت والمكتب 24 ساعة لأنهم خايفين إنه الشخص المجهول ينفذ التهديد تبعه ويفجر البيت. وطبعا المدير خبر الموظفين عن هاي الرسائل وحكى لهم خليكم مستعدين وجاهزين لأنه ممكن بأي لحظة البنك يتهاجم. وبعد 10 أيام من هاي الرسائل كان لازم إنه البنك يسلم 300 مليون لشركة توشيبا. أيوة، شركة توشيبا اللي كلنا بنعرفها، شركة اللابتوبات والتليفونات والغسالات والثلاجات. اللي عنده الثلاجات، غسالات، خردة للبيع وللزناخة وثقالة الدم. المهم يا عزيزي، زي ما بنعرف انه شركة توشيبا هي شركة كبيرة وفيها موظفين كثير، فكانت الشركة بدها تسلم مكافآت للموظفين، والبنك كان هو المسؤول عن تسليم هاي المكافآت. ومدير البنك جاب 4 موظفين مسؤولين عن تسليم المصاري، وحطوا المصاري ب3 شناتي، كل شنطة فيها 100 مليون، ومسكوا هالشناتي وحطوهم بالسيارة وتحركوا باتجاه شركة توشيبا. وبهاي الأثناء وهي السيارة بتتحرك، اجا شرطي جنب السيارة راكب على دراجة، خبرهم انه بيت المدير انفجر وصار فيه إصابات وجرحى، وممكن يكون في بالسيارة اللي فيها المصاري متفجرات. فحكى لهم وقفوا السيارة وانزلوا منها، خلينا نشيك مع بعض على الموضوع. وهون الموظفين خف عقلهم وعملوها على حالهم وتركوا السيارة وبدأوا يركضوا وراحوا تخبوا ورا الحيط. وبعد دقيقتين من الموضوع واحد من الموظفين طلع راسه من الحيط وتفاجأ انه لا الشرطي ولا السيارة موجودين، ما كان موجود غير الشماريخ اللي بتطلع دخان. وقد ما هم هبايل وعلى نياتهم فكروا انه الشرطي القوي اخذ السيارة وداها لمكان بعيد عشان تنفجر بعيد عن الناس. وهون الأذكياء رنوا على البنك عشان يخبروهم باللي صار، فرد عليهم مدير البنك وانبسطوا انه المدير بخير وانه بيته ما انفجر. وبهاي اللحظة الأذكياء انتبهوا انه لسه قاعد بيطلع دخان من مكان السيارة، فاكتشفوا واخيرا انه الشرطي مش بطل خارق وكان حرامي، وضحك عليهم بموضوع القنبلة واخذ السيارة وال300 مليون وهرب. ولك واخيرا أول مرة بشوف ناس أغبى مني. والأغبياء بلغوا الشرطة، إجت الشرطة وما لقت أدلة غير الشماريخ ودراجة الشرطي اللي هي أصلا مش دراجة شرطي، بس كان الحرامي داهنها ومظبطها عشان تبين دراجة شرطة. وحاولت الشرطة كثير إنها تلاقي دليل يمسكهم طرف الخيط، بس على الفاضي ما لقوا، والمبلغ كان كبير كثير، فالشرطة مش قادرة أبدا إنها تتساهل بالموضوع. فنشروا 15,000 ضابط بالمدينة وسكروا كل شوارع المدينة وحطوا عليها نقاط تفتيش. وبعد مدة صغيرة يا عزيزي الشرطة لقوا السيارة، بس للأسف لقوا معها آثار سيارة ثانية. وهون الشرطة عرفوا إنه الحرامي طلع أذكى منهم وبدل السيارة، وهيك ما ضل عند الشرطة أي دليل يوصلهم للحرامي. الله يسامحهم الشرطة، بس لو جابوا أمي تدور معاهم كل ما أحكي لها في شيء مش لاقيه بيحكي لي وإذا كنتوا لقيته، وفعلا بتقوموا بتلاقي. روحوا الشرطة عليهم احكي لهم مش لاقين المصاري، راح تقول لكم وإذا كنتوا لقيت المصاري وتلاقيهم. يعني تحكوا لأمي أذكى منكم.
فالشرطة هون فتحت الشوارع وشالت نقاط التفتيش لأنه خلص بطل إلهم أي داعي، وانتشرت هاي السرقة في كل الجرايد الموجودة باليابان، والناس انقسموا لقسمين، قسم بسب وبدعي على الحرامي وقسم ثاني معجب جدا بذكاء هذا الحرامي. والشرطة حاولوا انهم يعرفوا كيف الحرامي زبط الدراجة او حتى من وين جاب القطع والادوات وزي الشرطة، ولفوا كل محلات القطع والملابس، بس على الفاضي ما قدروا يوصلوا لأي معلومة توصلهم للحرامي. وحسب وصف الموظفين الأغبياء يا عزيزي، قدرت الشرطة إنها ترسم شكل الحرامي ونشروا مليون صورة بكل أنحاء اليابان. يا زلمة، ما هم كلهم شبه بعض، كيف بدهم يلاقوهم؟ ما هو بصراحة هذا اللي صار، كان في 110 ألف مشتبه فيه، وعدد الضباط اللي كانوا يحققوا بالقضية 170 ألف، وتكلفة القضية أيها المشاهد الجميل 900 مليون ين، يعني 3 أضعاف المبلغ اللي انسرق. إنه الموضوع صار تحدي بين الشرطة والحرامي، وكان بدهم يثبتوا لكل العالم إنه في نظام وما في أي شخص بتجاوز القانون، وبرضو عشان ما حدا يحاول يسرق مرة ثانية. المهم أيها المشاهد الجميل، من بين 110 آلاف مشتبه فيه، الشرطة كانوا مركزين على 3. أول واحد مدير البنك، لأنه عملية تسليم المصاري لتوشيبا هي عملية سرية وما كان بيعرف فيها غير مدير البنك وكم موظف. كيف قدر الحرامي يعرف المكان والوقت المحدد لهاي العملية؟ وغير هيك الرسائل اللي كانت توصل لبيت المدير والمكتب تبعه وهم الشرطة مراقبين المكان ومش عارفين كيف كانت توصل، والناس كلها كانت تحكي انه المدير هو الحرامي، بس الشرطة ما كان معهم اي دليل يثبت هالكلام. والمتهم الثاني هو سايق تاكسي، لانه كان ساكن جنب البنك وفي شبه كبير بينه وبين الرسمة. برجع وبكرر، كلهم بيشبهوا بعض يا شرطة يا متخلفين، كلهم بيشبهوا بعض، استوعبوا. خلص سكر ثمك. المهم يا عزيزي، ما كان في عند الشرطة أي دليل إنه سايق التاكسي هو الحرامي، بس تسرب الموضوع للصحافة إنه سايق التاكسي هو المتهم الرئيسي، فنشرت كل الصحف والجرايد وأكدت إنه سايق التاكسي هو الحرامي، ونشروا صوره بكل مكان. وهون صاحبنا انطرد من شغله وأهله وأصحابه كلهم نبذوه وتخلوا عنه، فصابته حالة اكتئاب وانتحر ومات. والمتهم الثالث أيها المشاهد الجميل هو شاب عمره 19 سنة واسمه ساتو، وهذا ساتو كان عضو بعصابة يابانية وأبوه كان شرطي، وكان عليه سوابق وماسكين الشرطة أكثر من مرة بقضايا سرقة، بالإضافة إنه تفاصيل وجهه بتشبه الرسمة بشكل كبير. والأهم من كل هذا إنه أبو ساتو كان شرطي وكمان سايق دراجة، فصار ساتو هو المشتبه الرئيسي والأهم والأكبر بهاي القضية. ولما راحت الشرطة على بيت ساتو عشان يعتقلوه لقوه شارب سم وميت، فهون الشرطة حكت أكيد ساتو هو الفاعل، ولما اكتشف إنه عرفناه راح انتحر. وبيني وبينك يعني الشرطة تبهدلوا وانمسح فيهم الأراضي، صاروا بدهم يلزقوا هالتهمة بظهر أي واحد ببين قدامهم، بس المهم إنه يخلصوا من الموضوع. بس المصيبة إنهم الشرطة ما لقوا لا مصاري ولا أي دليل عند ساتو بيثبت إنه هو الحرامي، فخطر عبالهم إنه ممكن تكون العصابة جاي قاتل ساتو وماخذ منه المصاري، خصوصا إنه أفراد العصابة كانوا مشتريين بيوت جديدة وسيارات جديدة. فراحت الشرطة ومسكت واحد من هذول العصابة ولقوا عنده مصاري كثير بالبيت، بس ما لقوا أي دليل يثبت إنه هو الحرامي. وبعد 7 سنوات أعلنت الشرطة عن انتهاء التحقيق بدون ما يوصلوا لأي دليل ولا حتى يعرفوا مين الحرامي. وبعد 20 سنة من القضية تم الإعفاء عن الحرامي، وحكوا له الشرطة يا حبيب انت هيك امورك تمام، بس عشان الله نبوس ايدك احكي لنا مين انت، لانك دوختنا وهبلتنا وجننتنا ومش قادرين نعرف عنك اي اشي. بس الحرامي كان مصمم انه يظل مجهول وما حدا يعرفه ابدا، ولحد يومنا هذا يا عزيزي القضية لسه ما انحلت وما نعرف مين الحرامي. بس انا اللي بعرفه يا عزيزي انه اكيد هذا الحرامي كان بيحضر النحيت، فعشان هيك كان ذكاؤه خارق جدا. واكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو رايكم بالقصة ومين تتوقعوا الحرامي، ويعطيكم الف عافية والسلام عليكم.